لو عايزه تعملي حاجه حلوه على السريع ومش مكلفه خالص وحاجتها كلها عندك في البيت، تقريبا عندك في البيت. معايا كوبايه سكر صغيره، السكر الصغيره دي قد فنجان القهوه اللي بتشربي فيه او كوبايه القهوه اللي بتشربي فيها. تمام كده. هتروحي حاطه عليها كوبايه ونص ميه مغليه اهي، كوبايه برضو اللي بتشربي بس فيها الايه الشاي مش القهوه. هتحطي كوبايه ونص، دي لا من غير لبن ولا بيض كالعاده، ومش هنكلفك كتير، ونص كوبايه صغيره يعني بتاعت القهوه دي او 3 معالق كبار زيت، زيت يكون نوع نظيف. لو استعملتي بتاع التومين تمام، بس الاحسن يكون نوع حلو. وحطي معلقه كبيره كاكاو ورشه بسيطه من نسكافيه، ودي للناس عشاق القهوه والنسكافيه يعني هيفرحوا بيها قوي، مش مكلفه وخطيره. تقدري تعملي نص الكميه دي في فناجيل صغيره، وذره بسيطه من الملح. تمام. تقدري تعملي فيها حاجات بتدخل الفرن، كوبايات بتدخل الفرن، فناجيل صغيره اللي هي بتدخل الفرن. تمام. ومعايا كوبايه حوالي كوبايه ونص من الدقيق، يعني كوبايه الا ربع كده بمعلقه النشا، كوبايه الا ربع من الدقيق اهي. احنا حطينا كوبايه ونص ميه، هحط كوبايتين دقيق بمعلقه النشا، وهدي بس كده. هي كل حاجتها خلاص كده، ناقص حاجه واحده هحطها، دي معلقه النشا اللي قلت لكم عليها. خلصت معايا الوصفه، حكايه لطيفه ظريفه تشربي بيها الشاي الصبح، تشربي بيها القهوه، تاخدي حته كده خطيره ومش مكلفه خالص. اخر حاجه، لو عندك ذره فانيليا، مش عندك خلاص ودهني صينيتك زيت. فاضل حاجه واحده، هتحطي كيس بيكنج باودر. تمام. فضي بقى اخر حاجه، خليه اخر حاجه وهقول لك ليه دلوقتي. اخر حاجه تحطيها كيس البيكنج باودر، لان هينفعل مع الحاجات دي. لو حطيتيه في الاول هتسكع معاكي الكيكه ومش هتبقى حلوه. حطيه اخر حاجه مع معلقه صغيره من الخل، هتلاقي فيه فوران، الفوران ده اللي هيعمل لك هشاشه للكيكه. قلبي بالراحه بقى، مش ما تقلبيش بسرعه، هتبقى معاكي كيكه هشه. ما تقلبيش بسرعه، ممكن تشيلي المضرب وتحطي سباتيولا كده تديها تقليبه بسيطه خالص كده تحركيها. انا مش عايزه الفوران ده يروح. انت حاولي تقلبي البيكنج باودر على كل كيكه. هشيل دلوقتي المضرب وهجيب السباتيولا عشان الحروف بتاعتها، شايفين فوران البيكنج باودر مع الخل. تمام. هحطها في الصينيه، وهجيب بقى عصايه الشيش طاووق افرغ الهواء اللي فيها اهي، وهحطها في الفرن حراره 180 الرف الوسطاني. هتاخد قد ايه؟ من تلت ساعه ل 25 دقيقه، من 20 ل 25 دقيقه حسب درجه حراره فرنك برضو. اظبطيه كويس. هعملها كده، هختبرها بالشيش طاووق، عصايه الشيش طاووق كده، هلاقيها استوت طالعه معايا نضيفه. ده الشوكولاته اللي احنا عملناه في الخلاط، كوبايه سكر، كوبايه لبن، معلقتين كبار كاكاو ونص كوبايه كاكاو، ونص كوبايه زيت صغيره. تمام. بنزل سرسوب كده، انا عاملاه خفيف عشان هدهن بيه الشوكولاته. هنا بقى تزويق اختياري، يعني عندك 2 بسكوتين اوريو حطي، عندك شويه شوكولاته فرنسيه حطي، ما عندكيش ما تحطيش، صوص الشوكولاته وخلاص. ولو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر ما تنسينيش لايك، متابعه، اشتراك، شهيصيني كده، شيري شيري على قد ما تقدري. تمام كده. بصي بقى كيكايه في ثواني وهشه وتحفه. طب انا عايزاها الصينيه دي كبيره على الخليط اللي انا عملته، ممكن لو عايزاها مرتفعه تحطيها في صينيه اقل.